وانا في السوبر ماركت لقيت كيس البطاطا المصري دي، فرحت جدا، قلت بقى لازم اعمل وصفة بالبطاطا. في الاول هوريكم احسن طريقة تعملوا بيها البطاطا في البيت، تستوي من غير فرن على عين البوتاجاز في اقل وقت، وتطلع دايبة كده ومكرملة زي بتاعة العربيات. بعد كده هناخد البطاطا القمر دي ونعمل منها احلى قرص او معجنات ممكن تعملوها. عايزة اقول لكم البطاطا جوه العجينة بتخليها رهيبة، طعم وريحة ولون غير الهشاشة، تحسوا كده ان هي قطعة مارشميلو. وعلشان القيمة الغذائية تكمل هنحشيها بالعجوة، وكمان هنقدمها بحشوة السينابن لأن طعمها رهيب. بجد عجبت الأولاد قوي، يعني لو ولادكم ما بياكلوش البطاطا هياكلوها ويحبوها بالطريقة دي. حصريا ولأول مرة هنقدم قرص البطاطا. هنبدأ بالبطاطا الحلوة اللي هي بالمصري عندنا بنسميها البطاطا. الكمية اللي تناسبكم بنغسلها كويس وننشفها، وبسكينة بقى أو بشوكة نبدأ نخرمها من كل ناحية علشان البخار يخرج من الفتحات دي. بلاش البطاطا البيضاء، استخدموا البرتقاني لأن بتبقى مسكرة أكتر وفيها رطوبة أعلى. بعد كده هرصها في صينية حجمها مناسب للكمية اللي هعملها، وهرش عليها رشة سكر، ممكن تزودوا السكر لمعلقتين أو 3 على حسب ما تحبوا، يعني هو بيساعد في كرملة البطاطا كده. وكمان هرش رشة قرفة، دي اختياري بس يعني هي القرفة بيليق طعمها قوي مع البطاطا. جبت ورقة زبدة أو أي ورقة عندكم، نكرمشها كده ونبلها مية، بيكون ده مصدر الرطوبة اللي هتساعد في تسوية البطاطا. بعد كده هغطي الصينية وهرفعها على نار هادية خالص، على أقل حاجة خالص كده، وتحتها يا ريت بقى شياطة من بتاعة الرز، وبنغطيها كده بفوطة مبلولة علشان تحبس البخار. بعد نص ساعة البطاطا بتكون مستوية ودايبة جدا. هشيل بقى ورقة الزبدة وهقلب البطاطا واسيبها كده على النار برضو كام دقيقة كمان علشان تبدأ تتكرمل وتاخد لون يعني أعمق كمان شوية من كده. فبعد النص ساعة هسيبها مكشوفة كده قد كام دقيقة لحد لما تاخد اللون والكرملة اللي تحبوها. في الوصفة بتاعة القرص هنستعمل بطاطا مستوية بالطريقة دي، ممكن كمان تسلقوها أو تسووها على البخار، بس الطريقة دي كده بتخلي طعم السكر في البطاطا يبقى باين أكتر. مش هينفع نستعمل البطاطا المشوية في الفرن لأنها بتكون أنشف من اللي مستوية على البخار أو بالطريقة دي. بصوا قد إيه البطاطا جميلة ومسكرة ودايبة، تحفة، لازم تجربوها. بعد ما بنسوي البطاطا تعالوا نعمل القرص. هستخدم كوباية من البطاطا المهروسة، دول تقريبا 3 حبات بطاطا كده، يعني في حدود 240 جرام وهي مستوية. هاخدهم كده وهي لسه سخنة، وعلشان هي سخنة بالشكل ده هاخد كوباية من اللبن هزودها عليها، واللبن بارد من التلاجة، هو هيعادل من درجة حرارة البطاطا ويهديها شوية فيبقى الخليط دافي. هزود بيضة كمان، وعليهم معلقتين صغيرين من الملح ومعلقتين كبار من السكر. البيضة هي كمان كانت باردة، يعني عشان في الآخر يبقى الخليط بتاعي دافي. هزود دلوقتي معلقة كبيرة من الخل بيزود الهشاشة بتاعة العجينة، ومعلقتين كبار من الحليب البودرة، وده اختياري بس أنا بحب أزوده علشان يخلي طعم القرص أغنى. ونضربهم بالهاند بلندر، أو ممكن تحطوا الخليط ده كده في خلاط الكهربائي بحيث يبقى ناعم جدا. انا برضو زودت معلقه صغيره من القرفه، ودي اختياري، يعني لو مش حابين بلاش منها خالص. بعد ما الخليط بقى متجانس كده هزود ربع كوبايه من الزيت النباتي، اي زيت نباتي عندكم بس ما يكونش ليه طعم قوي يعني. بعد ما قلبته هضيف عليه دلوقتي معلقه كبيره او 10 جرام من الخميره الفوريه. لو بتستعملوا الخميره الجافه النشطه بندوبها في شويه من مقدار الحليب اللي احنا استخدمناه في الاول ده، ناخد شويه على جنب بس كده ندوب فيهم الخميره مع رشه سكر، ونتاكد ان هي يعني نشطه قبل ما بنزودها على العجين. ودايما بقول نضيف الدقيق بالتدريج، فحطيت شوية من مقدار الدقيق وعليهم معلقة صغيرة من البيكنج باودر، اختياري بس هي بتدي هشاشة اكتر للقرص. وكمان معلقة كبيرة من بودرة الكاسترد، هي برضو اختياري بس انا حبيت احطها عشان تدي لون احلى كمان واحلى. بنزود الدقيق شوية بشوية واحنا بنقلب كده بمعلقة او بسباتولا، مش هنستخدم ايدينا خالص في المرحلة دي. بنقلب كده لحد لما العجينة بتلم معانا. كمية الدقيق اللي استخدمتها كانت 600 جرام، يعني تقريبا 5 اكواب معيارية. في المعجنات بحب قوي ان استخدم دقيق المخصوص للخبز، لكن دقيق جميع الاغراض بينفع برضو. المهم ان احنا عينينا هي الميزان لحد لما نوصل للقوام اللي انتوا شايفينه ده، يعني عجينة ملزقة شوية. هغطيها بفوطة مبلولة وهسيبها على جنب ترتاح قد ربع ساعة 20 دقيقة، علشان كده يبدأ العرق بتاعها يتكون او مادة الجلوتين تتفاعل، فده بقى هيريحنا خالص واحنا بنعجنها. هوريكم برضو ازاي نعجن العجينة اللي بتلزق دي علشان تطلع معانا النتيجة مظبوطة. بنبل ايدينا مية ونبدأ بقى نلت العجينة بالشكل ده كده واحنا بنحرك البولة.
أي عجينة بتلزق كده نريحها شوية ولازم نتعامل معاها وإيدينا مبلولة علشان ما تلزقش فيها. بعد ما عجنتها شوية هزود عليها معلقة سمنة بلدي كده مليانة، وده اختياري، مش عايزين تضيفوها بلاش، بس هي يعني بتدي طعم لذيذ جدا وريحة حلوة. لو هتستخدموا العجان يبقى هنمشي بنفس الخطوات بالظبط وبالترتيب برضو. بنريح العجينة وبعد كده هنعجنها في حدود 10 دقايق. العجينة هتلاقوها لسه طرية، هننزلها على الكاونتر ونبدأ بقى نشكلها ونلمها على شكل كورة ونحطها في البولة اللي هتخمر فيها. هغطي العجينة بفوطة مبلولة واسيبها كده في مكان دافي لحد لما يتضاعف حجمها. طبعا في الصيف بتاخد وقت أقل كتير من الشتاء. هسيبها على جنب تخمر براحتها وتعالوا نعمل الحشوات. اول واحده حشوه السينابون او تقدروا تقولوا عليها كده خلطه السكر والقرفه. في بوله هحط معلقتين كبار من السكر البني، وتقدروا برضو تستعملوا السكر الابيض العادي. هزود معلقه صغيره من القرفه، ولو حابين طعم القرفه يبقى اقوى زودوا زي كده معلقه تانية كمان صغيره. لو ما بتحبوش طعم القرفه ممكن تزودوا فانيليا مع معلقه صغيره من الكاكاو. تقدروا تستعملوا خلطة السكر والقرفة دي لوحدها، يعني زي القرص بتاعت الأفران كده، بس علشان تبقى زي السينابون هزود مع كل قرصة مكعب كده زبدة صغير. هو بصراحة اللي بيفرقها عن قرص الأفران إن احنا هنستعمل سكر بني وزبدة. مكعبات الزبدة في الحجم اللي انتوا شايفينه كده قد معلقة صغيرة. وعشان وش القرص بقى هستخدم كوباية من السمسم المحمص. لو هنشتريه جاهز يبقى لازم نشم ريحته كده، لأنه لما بيبقى مركون وقديم بيبقى ليه ريحة زناخة وطعمه ما بيبقاش حلو. لو هنحمصه في البيت يبقى على نار هادية ونقلبه تقليب مستمر لحد لما يبقى لونه ذهبي فاتح كده. هجهز كمان الخلطة اللي هتخلي السمسم ده يلزق على القرصة، اللي هي عبارة عن معلقتين كبار من المية، وهنزود عليهم معلقة كبيرة من العسل الأسود. ممكن تستبدلوها بعسل أبيض أو بمعلقة سكر تدوبوها في المية. زي ما قلت لكم هنعمل النهارده حشوتين. الحشوه التانية هي حشوه التمر. هحتاج تقريبا 400 جرام من العجوه، دول هيكفوا الكميه اللي هعملها. لو هتعملوا القرص كلها بالعجوه يبقى نستخدم نص كيلو. هنزود عليها دلوقتي معلقتين كبار من السمسم المتحمص، وبحب ازود معاهم معلقه كبيره من الكاكاو، دي اختياري بس يعني انا بحب اضيفها دايما مع الخلطه بتاعه العجوه. ومعلقه صغيره من القرفه او اي منكهات تانية تحبوها، وكمان رشه ملح صغيره بصراحه بتبرز كل النكهات اللي معاها. باحب أزوّد كمان معلقة صغيرة من العسل الأسود أو العسل الأبيض العادي، دي برضه بتحافظ على الطراوة، وهي اختياري يعني ممكن تستغنوا عنها. كمان بازوّد معلقة كبيرة كده مليانة من السمنة البلدي أو الزبدة الطرية، دي بتدّي ريحة وطعم وطراوة، وكمان ما بتخلّيش العجوة تلزق في إيدينا وإحنا بنشكّلها. نعجنهم بقى عجنة كويسة مع بعض كده، وزي ما أنتم شايفين العجوة في منتهى الطراوة. لازم نختار نوع كويس علشان يدّينا نتيجة حلوة نرضى عنها. لما نيجي نشكل العجوة بناخد حتة في ايدينا كده نقوم ندعكها علشان تنعم، وبعد كده نكورها على شكل كورة. حجم كل واحدة فيهم كان تقريبا قد الليمونة الصغيرة، وبالجرامات كان وزن كل واحدة 25 جرام. ما شاء الله العجينة تضاعفت في الحجم. بإيديا كده هنزل كل الهواء اللي فيها. أنا دهنة إيدي بشوية زيت لأن العجينة طرية جدا زي القطنة وبتلزق شوية. بعد كده هنقسم العجينة بتاعتنا ل20 قطعة. دي طريقة من الطرق اللي بنقطع بيها كور العجين بإيدينا كده، بالنظر بنقدر إن احنا نتحكم في حجمها. وزن كل كورة عجين 60 جرام، يعني تقريبا ضعف حجم الحشوة أو أكبر شوية. دي كمان طريقة تانية للتشكيل. لو مش عايزين تستخدموا الزيت بنحط العجينة كده في دقيق خفيف ونقوم مشكلينها بالطريقة دي. وممكن برضو ناخد العجينة ونشكلها على شكل اسطوانة ونقسمها ل20 قطعة. لازم يبقى على قد ما نقدر يبقى حجمهم متقارب علشان ياخدوا تسوية واحدة. حطيتهم على صينية مرشوشة بالدقيق وهغطيهم كده وهسيبهم قد 10 دقايق يرتاحوا شوية. تعالوا نشكل القرص. أول واحدة هنبدأ بيها هي حشوة السينابون. باخد العجينة وبفردها على إيدي أو على الكاونتر بحيث إنها تبقى بالسماكة دي. خلوا النص يبقى عالي سنة علشان لما نقفلها تبقى يعني من فوق ومن تحت قد بعض بنفس السماكة. نحط معلقة صغيرة من خليط السكر والقرفة ومكعب برضو زبدة صغير ونقفلها كويس قوي. اتأكدوا ان انتوا قفلتوها كويس جدا من تحت، لان ده قعر القرصة، لو اتفتح بتخرج الزبدة والسكر ويتحرقوا في الفرن. هنزلها الاول في خليط العسل وبعد كده في السمسم وتبقى جاهزة. بصوا في منتهى الجمال. الشكل التاني اللي هو حشوة التمر هنعمله كده زي الوردات، يعني ممكن نقول عليه ترس التمر او برضو بيسموه معروكة التمر. بناخد الحشوة نفردها بايدينا بالشكل ده كده وبالسماكة دي. زي ما انتوا شايفين انا فردت العجينة عالية سنة من النص. هحط الحشوة وابدأ اخد الاطراف للنص واقفلها كويس جدا.
اضغطوا كويس عليها عشان تتأكدوا ان هي مقفولة، ونساوي السطح بتاع القرصة، وبعدين بنجيب كده اي غطا ازازة نعمل علامة من النص علشان لما نيجي نقص الوردة يبقى القص كله قد بعضه، ما تبقاش حتة يعني اطول من حتة بالشكل ده كده، ونعمل الوردة. ودي قرصة بالعجوة برضو، بس بعد ما هقفلها كويس جدا واتأكد انها مقفولة كويس من تحت، هقوم واخداها في خليط العسل وبعد كده في السمسم المتحمص، وده بيبقى شكلها زي بتاعة السينابون بس دي محشية عجوة. دي كمان قرص محشية بس مش هحط اي حاجة على وشها، بنحط القرص في صينية مدهونة كويس بالزيت، وبيبقى في مسافة بين كل واحدة والتانية. هغطيهم بفوطة تكون مبلولة ومعصورة كويس، وهسيبهم في مكان دافي لحد لما القرص كده تبدأ تضاعف في الحجم. طبعا الوقت اللي بياخده عشان يخمر على حسب درجة حرارة الجو، المهم ان احنا بنسيبها لحد لما تتضاعف في الحجم. بعد ما بتخمر بجهز الخليط اللي هدهنها بيه، ده صفار بيضة عليه معلقة أو اتنين كده من الحليب، وشوية فانيليا علشان الريحة تبقى حلوة كده. لو مش حابين البيض ممكن ندهن الفطاير بتاعتنا أو القرص بشوية حليب أو بكريمة. ندهن القرص بالراحة خالص بالفرشة عشان ما نخرجش الهواء اللي فيها، وبرضه نخلي بالنا ان ما ينزلش صفار بيض على الصينية لانه ممكن يخلي القرصة تلزق فيها. ممكن بقى شوية سمسم كده نحطهم في النص عشان تبقى شكل الوردة جميل، بصراحة بيبقى شكلها تحفة والأولاد بيحبوا وردة التمر دي جدا. طبعا أي نقط بيض بمسحها بمنديل قبل ما بدخل الصينية الفرن. عايزاكوا تركزوا جدا في ملاحظات التسوية لو عايزين القرص كلها تبقى لون واحد. بنشغل الفرن قبل التسوية بحوالي ربع أو تلت ساعة عشان يبقى سخن كويس على درجة حرارة 180 لو فرننا فيه مروحة، ولو فرن عادي غاز عادي من غير مروحة يبقى على درجة حرارة 195 200 يعني على حسب فرنكم. طول ما احنا بنخبزها بتبقى عينين عليها علشان لو حسينا ان هي في ناحية بتاخد لون اكتر من التانية نضير الصواني بحيث ان يبقى واخدة كلها لون واحد. هتقعد في الفرن من ربع لتلت ساعة، مش عايزينها تقعد كتير علشان ما تنشفش. وبعدين لو في آخر مدة التسوية حسيتوا إن هي مش واخدة لون حلو بنشغل الشواية علشان نحمرها، وبرضو عينينا عليهم. أول ما بتخرج من الفرن بقوم سايباها شوية كده في الصواني تهدى، وبعدين بخرجها وأقوم لفاهم في قماشة علشان يحافظوا على طراوتهم. وبعد ما بيبردوا خالص هنحطهم في علبة مقفولة كويس جدا، أو نحطهم في أكياس في الفريزر. لو وصلتوا لآخر الفيديو بشكركم جدا، ياريت بقى تدوسوا لايك وشير علشان الفيديو يترفع ويوصل لأكبر عدد من الناس ويستفيدوا. شكرا جدا، أشوفكم على خير، سلام عليكم.